السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم جميعا بإذن الله. أخويا ومراته كانوا جايين يفطروا معانا النهاردة، وأخويا طلب ان هو ياكل طبيخ. هو بيحب اللوبيا جدا، فقلت هعمل له لوبيا وملوخية ورز وفراخ ولحمة معذرة وجنبهم سمبوسة. المية غليت بتاعت اللحمة وحطيت اللحمة وكنت غاسلة اللوبيا كويس وحطيتها في مية برضو مغلية، يعني سخنة مش مغلية، يعني فترة كده. الواحد بيجي بعد الفطار في رمضان ما بيبقاش قادر اصلا ان هو يتحرك، عايز ينام، يا اما مش قادر اصلا ان هو يتحرك، مهنك كده. رمضان كريم علينا باذن الله جميعا. هو طبعا بيبقى شهر الفرحة، احسن شهر موجود في السنة كلها. اللحمة بعد ما بتغلي كده بتطلع ريم، انا بشيله بالمعلقة. انا لسه طبعا ما حطيتش اي حاجة، يعني انا حطيت اللحمة في السلق بتاع المية، ما حطيتش ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة خالص. لسه هبدأ هشيل بس الريم دوت، وهحط بقى ملح وفلفل وورق لورا وحبهان. وممكن تحطوا ماجي، في ناس بتحب مرقة الدجاج وفي ناس لأ. وحطيت البصلاية طبعا والطماطمية. هنا نزلت اهو بالفلفل الاسود، هنزل بالورق اللورا، هنزل اهو بالحبهان، لو لسه مشتركتوش في القناة بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. نزلت بالبصلاية وهنزل بطماطمية، هسيب بقى اللحمة تاخد سواها براحتها. وهبدأ ان انا اعمل التغذية بتاعت اللوبيا. جبت البصل، حطيت سمنة وشوية زيت، حطيت سمنة وزيت، محطتش سمنة بس. وهبدأ اخلي البصل ياخد تشويحة. وطبعا كالعادة في كل فيديو لو مصليتوش على النبي متنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا كنت نزلت بالصلصة عشان البصل يتشوح، حطيت فلفل اسود، لا عادي حطيت ملح. بصي كده ماشي. صوت معانا ايه وهقلب. يا حاجة ملا الواحد بعد الفطار بيحس ان هو مش قادر ولا يتكلم ولا قادر يعمل اي حاجه. انا بسجل لكم الفيديو وانا نايمه على نفسي. هبدا بقى اللحمه كده استوت، هبدا ان انا اطلعها واصفيها من الشوربه، احطها في التغذيه. يعني الواحد مش عارفه، يعني انا حاسه نفسي ان انا ايه، سنه وهنام اصلا وانا بسجل لكم الفيديو. اطلع كل اللحمه واحطها في التغذية. انا موطيه النار على التغذية، يعني انا مش طافيه، انا يعني النار مش مطفيه على التغذية، لا انا موطيه. لو عاوزين فيديوهات معينة او وصفة معينة او اي نوع من انواع الفيديوهات بتمنى تقولوا لي في الكومنتات. ولو لسه يعني ما عملتوش متابعة، اشتراك في القناة، اشترك في القناة عشان انا يعني انا مسجل وانا مش انا هني. حطيت شوية شوربة، بدأت ان انا اقلب بقى التغذية باللحمة وكده. اللوبيا كانت خدت السوا بتاعها، قطعتها في مية على النار، خدت السوا بتاعها. هنا بقى هعمل الملوخية. الشوربة غليت، نزلت بالملوخية ناشفة من عند العطار. الخضرة طبعا بتبقى احلى، بتبقى صبحة، بتبقى جميلة، بيبقى ليها عرق كده حلو يعني. بس اللي عرفت اجيبه يعني الصبح في رمضان معظم الناس بتبقى قافله، فاللي عرفت اجيبه هي الملوخيه الناشفه.
وعلى جنب كده لو شايفين في الكاميرا على الشمال بعمل لسان عصفور عشان عندي ولاد اخويا بيحبوه جدا. اسيب بقى انا الملوخيه ايه تاخد سواها يعني براحتها، هي بتاخد غلوه كده ولا غلوتين وبيتفق عليها. كل ما احس ان هي زي هتفور كده اروح مقلبه تقليبه. هبدا بقى ان انا اعمل الطشه بتاعتها، توم والسمنه والكزبره. شايفين الطاسه بتاعتي صغيره ازاي؟ انا بحب جدا الطاسه دي اقلي فيها بيض، يعني لو هاكل لوحدي كده اروح حاطه البيضايه ولا بيضتين كده في الطاسه دي. بحب قوي اقلي فيها البيض. وهنا بعد ما الطشه عملتها حطيتها على الملوخيه، بسم الله تبارك الله. يعني طبعا مش هسيب شويه التوم اللي محطوطين في الطاسه، يعني لازم اجيبهم، حرام. بهزر طبعا، بس هو يعني الاحسن دايما ان الحاجه بلاش نرمي حاجه ايا كانت هي ايه او بسيطه، لان في ناس فعلا مش لاقياها، فلازم نحس بقيمه الحاجه. هنا بقى انا هعمل الرز، هنزل بالشعريه هقلبها لحد ما تتحمر. احلى حاجه يعني في رمضان ان احنا بنختم القرآن. اكتر الناس، حتى الناس اللي ممكن يعني مش بتقرأ في القرآن كتير، في رمضان بتختمه كده. ودي احلى حاجه، ان في ناس بجد بتطهر قلوبها وبتطهر نفسها من ذنوب كتير ومن حاجات كتير جدا في رمضان. فهو احسن شهر ويعني شهر الخير. انا هنا بعد ما الشعريه اتحمرت حطيت الرز وحطيت معلقتين شوربه، بعدها هنزل بالميه بشويه ملح واسيب بقى الرز يستوي براحته على مهله. طول ما انتوا قاعدين كده يعني اقروا اذكار، اقرأوا قرآن، بيبقى بجد بجد يعني احسن شهر واكتر شهر بيستجاب فيه الدعاء، وهو شهر كله خير يعني ربنا يهدينا جميعا بإذن الله. طبعا برضو رمضان لمة العيلة وفرحة الأطفال وكده، دي أحلى حاجة موجودة يعني. تبقى إحساس حلو لما العيلة كلها تبقى متجمعة وكده. أنا بحط الملح وهقلبه تقليبة كده واسيبه بقى هو يستوي مع نفسه. هنا بعد ما الأكل اتعمل قولولي رأيكم، السمبوسة واللوبيا باللحمة والرز كده. ربنا يديمها علينا النعمة جميعا، الحمد لله. ربنا ادانا دوت من فضله ونعمته، الحمد لله. ما تنسوش لو لسه معملتش اشتراك تشتركوا في القناة. لو محتاجين اي نوع من الفيديوهات تاني تكتبوا في الكومنتات. وما تنسوش تاني تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شايفين السمبوسه يعني انا جوعت تاني خلاص. الاكل كان طعمه حلو جدا، تسلم ايدي طبعا. متنسوش تشتركوا في القناه. السلام عليكم.